السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. العزومة دي كانت متأجلة بقى من اول رمضان، او يعني عبال ما محمد يجي يعني من السفر. فدي عزومة اهلي اللي متعودة اعزمهم كل سنة. يعني بعد عزومة اهل جوزي بعزم اهلي، بس اتأجلت لبعد نص رمضان عشان ايه؟ محمد يكون موجود. فيلا كده نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، انا حاطة حلتين، حلة فيها مية بتغلي والتانية مية بتغلي بسلق فيها الكرنب. فيبقى هنعمل ايه؟ محشي كرنب. والحلة التانية دي هنسلق فيها اللحمة. تمام. طبعا سلق الكرنب بسرعة، هجيبه بسرعة كده. هما كانوا كرنبتين صغيرين، المية غليت، حطيت فيها ملح وكمون، ونزلت بالكرنبتين. طبعا منهم صغيرين، حطيتهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يعني للي متابعيني عارفين ان انا بعمل الطريقة دي، والطريقة اللي انا ايه، لو كرنباية كبيرة بقطع ورقة، لكن ديك منها صغيرة حطيتها ايه بحالها، وبطلع ورقها كده ورقة ورقة لحد ايه ما اكمل الكمية اللي انا بعملها. كده كنت فصلت بقى وقلت اقطع اللحمه عشان نسقط اللحمه في الماء المغليه. طبعا برضو في طريقه تانية لسلق اللحمه، ان انا بشوحها في معلقه سمنه وبعدين بننزل عليها بالماء المغليه. طبعا في العزايم مفيش وقت بقى للكلام ده، فحطيت ميه تغلي عشان ايه؟ اسقط اللحمه اسلقها. طبعا الميه بتغلي في الحله، هقطع اللحمه واشطفها كويس اهيت. بعد ما سلقت الكرنب بقى شلت حله الكرنب او حله السليق ميه الكرنب، ودي الميه المغليه بتاعت الايه، اللحم. هنزل بقى باللحم زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بقى بطماطمايه بصلايه بالتوابل بتاعتنا، مش توابل بودر. هحط ورق لوري، حبهان، وهحط عود قرفه والحبهان وورق اللوري، طماطمايه وبصلايه، وهسيبها بقى تستوي. وبعد ما تستوي بنزل بالملح والفلفل، هسيبها بقى. رجعت تاني للحله بتاعه المحشي. هنعمل بقى ايه؟ خلطه المحشي. نزلت بسمنه وزيت. هنحط البصل، طبعا انا ضربته في الكبه عشان نعمل بسرعه. 3 4 بصلات حلوين كبار كده، بالذات لما تبقى عامله كميه محشي. يعني انا عامله كميه كيلو رز، هو مش عامله اكتر من كده، فعامله 3 4 بصلات كبار. وقبل ما تتدبل اكون ضربت الطماطم، بحط فيها قرن فلفل احمر برضو بتديها حمار كده احلى من الصلصه الجاهزه كمان. ونزلت بالطماطم بتاعته، حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت بهارات مشكله، حطيت بابريكا، حطيت كزبره ناعمه ديت، شعره نعناع ناشفه، وبحط فص توم بيديها ريحه حلوه قوي قوي بصراحه. حطي الحاجات دي هتديها طعم تحفه في المحشي. تمام. كده سبت الصلصه تتأثر، وقلت اقطع الفراخ. طبعا ابني ما كانش موجود اول يوم رمضان، فشاف في عزومه اول يوم رمضان الفراخ الشيش الصغيره دي. طبعا انا كنت عاملاها عشان الفرخه كانت كبيره، فقال لي لازم تعملها. قلت له عينيا. قمت جايبه فرختين وعملتها في العزومه دي برضو. طبعا هجيبها على السريع معاكم كده. قطعتها صغيره زي ما انتم شايفين كده، كل ورك 3 حتت والصدر 4. وبعدين ايه بتبل. طبعا قطعت واحده وقطعت التانية ايه بره الفيديو عشان ما نطولش. كده كانت الصلصه ايه استبكت معايا، وطلع السمنه بتاعتها كده على الوش. قمت نازله ايه بكيلو الرز بتاعي. طبعا في الوقت دوت اكون برضو ايه مقطعه الخضره وغسلاها. بنزل بعد الرز بعد ما ايه الفه كده في الصلصه، بنزل الخضره بتاعت المحشي، اللي هي كزبره وبقدونس وشبت، كلها هي متقطعه ناعم وحلوه كده. تكوني منقياها ومنضفاها ومقطعاها ناعم. تمام. ده بعد برضو ما نظبط ملحها. طبعا الملح احنا حاطينه مع الفلفل الاسود والبهارات اللي حطيناها. برضو تظبطيها في الاخر وتدوقي برضو الملح. كده بهرست الحله بقى. حطيت ورق اللي انا مقطعاه او طالع من تقطيع ورق الكرنب، بيبقى طالع ورق صغير كده. وقطعت بصلات زي ما انتم شايفين كده، وحطيت طماطمايه. وطبعا انتوا عارفين لو عاملين مقلوبه بنحط بطاطس، نحط جزر. طبعا انا عامله محشي بس، فحطيت دي للارضيه وخلاص على كده. وهقوم لفه المحشي. ماشي؟ قولوا ماشي. كده ابدا الف المحشي بقى. طبعا بنلف صف كده بالطول، بنعمل عكسه بالعرض لحد ما بتخلصي الحل. انا ما عملتش بطاطس لان انا ده مش ليا بقى، ده اكل عزومه، فهي محشي بس. وهنعمل ايه الخضار او الحاجات دي لوحدها، مش هنعمل مع المحشي. ماشي؟ لازم تبقي في حاجات ليكي للبيت، وفي حاجات للعزايم للناس ما تنفعش تتعمل للناس. يعني هتحط لهم محشي مقلوبه؟ لا مش هيتحط. ممكن تقولي يبقى شكله حلو، ماشي لو العدد بسيط، لكن ده عدد ما شاء الله كبير، وهنعمل حاجات كتير. كده خلصنا المحشي او لفيته وركنته. هتبل الفراخ بقى عشان تلحق تتبل معايا ونشوي. حطيت كده ميه بصل اللي انتوا شايفينها دي، حطيت علبتين زبادي، ليمون، خل. ده ليمون وحطيت الخل. هنحط البهارات برضو. دي حبة طماطم كنت حاشاهم، ممكن طماطم او صلصة،
يعني ممكن معلقتين طماطم او تبشري طماطمية او معلقتين صلصة. حطيت صويا صوص، حطيت دبس رمان، هحط ملح بقى وفلفل اسود، حط بابريكا، بحط كزبرة ناشفة، حطيت كاري، حط بهارات فراخ برضو، شعرة شطة تديها حاجة يعني تبقى سبايسي كده، حبة زيت. تمام. وتقومي بقى ضربها كويس كده بمضرب او بمعلقة وتتبلي بيها الفراخ. لو هتشويها على طول هتدقيها، بص انا بزود الشطة والفلفل الاسود. لو هتشويها على طول كده هتدقيها، يعني خليها حادقة سنة عشان الملح يتأثر في لحمة الفراخ. طب هي المفروض تقعد ساعتين على الأقل في التتبيلة دي أو تبيتيها ليلة، يعني على الأقل من أول ما تبدأي كده تتبليها وتركنيها، وبعدين ما تبدأي تشطبي في أكلك تحطيها في الفرن. ماشي. أنا تبلتها وركنتها شوية زي ما انتوا شايفين كده في التتبيلة عشان الخل برضه يتأثر في الخل اللي بيخليها تستوي بسرعة. كده ركنتها، وطبعا حطينا اللحمة بتستوي. المحشي اهو كنت لفيته، وهنركنه بقى قبل ما نيجي نسوي. برضو دي القرص انا كنت مفرزاها في، عشان كده برضو ما جبتهاش. للي عايزين يعرفوا طريقتها انا كنت رافعاها قبل كده في فيديوهات وكنت عاملاها صوابع وكده. دي ملوخيه خضراء برضو قطفتها وهغسلها عشان نضربها. اللحمه كانت استوت اهي، هحط لها الملح والفلفل الاسود، مش هحط اكتر من كده. انا هطلعها واشويها زي برضو عزومة اول يوم رمضان، بس احنا هنغير في العزومة دي، هنعمل حاجات كده انا كنت حطاها على شواية اول يوم رمضان. النهاردة هنعمل بقى الصواني المندي ديت او هنقلد حضرموت بقى في البيت. تمام. دي القرص كنت خلصتها اهيت. طبعا اللي عايز يعرف عجينتها يشوفها في الفيديوهات اللي قبل كده، انا كنت عاملاها، بس انا كنت عاملاها المرة دي عند الجزار وعيناها في الفريزر، فطلعت كيسين وعملناهم قرص وخلاص. هنسلقها ونحمرها. طيب الحلوة هنعمل هنعمل حلو يا حلو، طبعا هنعمل كنافة. عندي قطايف معبيها برضو عينها في الفريزر. هعمل ورقة جلاش بالكنافة، وهتشوفي دلوقتي الكنافة دي هعملها ازاي. طبعا انا كنت مفرزاها في الفريزر، فبتفرفطيها كده وبنزل عليها بس كمية سمنة حوالي ربع كيلو، وبكملكها ببعضها، وبحرصها في في الاشكال اللي بتاعه الصابليه ديت، تعمل معانا اشكال ورد وبتعمل حاجات كده، او كبات في في صواني الكبات بتاعه الكيكه. تمام. طب هنعمل بالشكل ده، هعمل كريم شانتيه وارزق من فوق، وممكن تحطي بقى قطع مانجا، تحطي فراوله زي ما انت شايفه كده. هندخلها الفرن وخلاص. على كده اما تطلع هنسقيها شربات. تمام. هنطلعها من الفرمه، تسقيها شربات، تحط عليها كريم شانتيه، تحط عليها الفاكهه اللي انت عايزاها. ممكن تسقيها شربات وتاكلها بالشكل ده. بس في العزومه هتشوفوني دلوقتي حطيت لها كريم شانتيه وحطيتها لها فراوله. كان عندي برضو الكنافه السيجار اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده، هحط منها في الاطباق مع القطايف. انا عبيها وفرزاها هقليها معاكم دلوقتي واحطها في العسل. وهعمل ورقه جلاش بالكنافه، هتشوفها دلوقتي مثلثات شكلها روعه وتحفه، ان شاء الله تعتمدوها في العزايم سواء في رمضان او في غير رمضان. كده خلصت الكنافه ديت اهي الاشكال. ما حبيتش اعمل صينيه كنافه، عايزه اغير الاشكال دي بقى، حته كده في طبق جنب حته جنب حته جلاش هتديكي شكل جميل. دي القطايف اهي كنت طلعتها من الفريزر، انا معبيها مكسرات بس ما فيهاش اي حاجه. تمام. وورقه الجلاش هلفها معاكم دلوقتي. الكنافه السيجار كنت عاملاها معاكم زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، هتشوفوها دلوقتي وهتفتكروها. هي عباره عن خصل وبتلفيها وبتبرمها وتدخلها الفرن وتعسليها وخلاص على كده. كده انا كنت عملت العسل كيلو سكر، وبما يغلي بحط له الليمونه وخلاص. دي برضو سمنه عشان الشربات. تمام. كده احنا ماشيين مع بعض حلوين. كده انا بدأت ان انا بقى دي ميه هحط بقى فيها بهارات عشان نسلق القرص. اول ما غليت حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات مشكله. ممكن تحطي مكعب مرقه، ممكن ما تعمليش بميه، ولو عندك شوربه حطيها، بس انا وفرت الشوربه للمحشي وللملوخيه. تمام. يعني شغلي دماغك معانا كده. ممكن تحطي مكعب مرقه دجاج وتحطي ملح وفلفل اسود. تمام قوي، هتبقى حلوه برضه. واول ما تغلي وتبكبك معاكي لازم تغلي، تقومي نازله بالقرص على طول زي ما انت شايفه كده، وان شاء الله تبقى جميله وتحفه من ايديك. ماشي. بعد ما بتتسلق هنعمل لها ربة بيض ونحط لها ملح وفلفل ون نقليها. ماشي. بصي جميله ازاي. دي الكبابه الغمراوي او كفته رز زي ما احنا نعرفها. ماشي. كده سبتها تتسلق بقى، اول ما بتغلي برضو بوطي عليها واسيبها. هبدا بقى ان انا اشغل الفرن بتاعي واحط الفراخ المشويه. انا مش هعمل حاجه في الفرن الا الفراخ والكنافه والجلاش بس. هرص الفراخ بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كده، وهحط تتبيلتها من فوق، احط كوبايه ميه في الصينيه وهدخلها الفرن. هنقدها من فوق ومن تحت على نار حاميه، من فوق ومن تحت. هنحطها على الصاجه، على الشبكه كمان.
هنوسطن الشبكة فوق الصاج عشان تبقى قريبة من الشواية، وبتقلبيها بقى وبتجيبي كده الجناب وبتجيبي من الجنب ده من الجنب ده، وبعدين تقلبيها على الجنب التاني برضو على الناحية التانية تحمري الجناب، تحمري يعني من الجنب ده وبتقلبي من على الجنب التاني، وتبقي تتبيلة لو عايزة تحطي ما تقلبيها على الناحية التانية. تمام، يعني التتبيلة بتخليها برضو معاكي كده. دخلتها الفرن بقى، بعدها احط الكنافه والجلاش. هعمل لسه الجلاش معاكم كده. القرص كانت استوت اهيت، خدتها صفيتها في مصر. هنحط بقى المحشي يستوي. بصي الشوربه تحفه، فانا وفرتها للمحشي. وهعمل الملوخيه. ما احنا قلنا الخضار هنعمله لوحده. كان ممكن اعمل مثلا لو انا البيتي بس احط بطاطستين تحت المحشي، ممكن اعمل اللحمه في المحشي كمان وخلصنا على كده. لكن في العزايم بقى تظبطي دنيتك كده وتظبطي حالك. الجلاش اهو كده. كانت اللحمه مستتصفى كمان عشان انا هعملها مشويه برضه، هوريكم دلوقتي. هنعمل تتبيله الميه بتاعتها وهنشويها. الجلاش عباره عن ان انت بتاخدي مثلا 3 ورقات وتدهنيهم سمنه، وبحط الكنافه كده. الكنافه مفيهاش سمنه، بس ممكن تحط لها سمنه وتحط لها سكر بودر، وبتلفيه بالعرض زي ما انت شايفه كده، وتقومي حاطاه في الصينيه. الصينيه ما شاء الله خدت الورقه، هي الورقه حوالي 12 ورقه. عملتهم 4 صفوف كده. وبعدين هقطعها مثلثات، وشكله تحفه وجميل. وبصراحه عجب الجماعه، كان تحفه. وانا عامله العسل اول ما بيخرج من الفرن بقوم رشه عسل. تمام كده كان خلص اهو. هقطعه بقى واعمله بالسمن. بقطعه مثلثات زي ما انتم شايفين كده اهو، مثلثات. يبقى معانا مثلثات كده شكله جميل قوي. عايزه تقطعي مربعات ماشي، عايزه تقطعي مثلثات ماشي. هتسقي برضو السمنه اللي اتبقت معاكي. وبعدين وبعدين اما يخرج من الفرن تحطي في الفرن بقى. طبعا بعد ما الفراخ تخرج هحط الكنافه واحط الجلاش. نقوم حاطين العسل بتاعه بالمقدار الحلو كده، يعني ما تكترلوش برضو العسل. لو حاطه في الكنافه سكر بودر ما تكترلوش العسل. لو الكنافه ما فيهاش حاولي تزودي العسل بحيث الكنافه تشرب معانا. تمام، قولي تمام كده. بدات ان انا اعمل العصير بقى. طبعا احنا في رمضان. عملت عصير فراوله وعملت عصير مانجا. طبعا بتنضفي الفراوله وتضربها وتحطي لها حبه ميه وسكر، مش حاجه. المانجا نفس النظام، مانجا وميه وسكر. تمام، وبتضربيهم. وطبعا انا عملت ميكس كده، فراوله على مانجا، كانت حلوه برضو. يعني اتبقى من الشفشق في الكب، واتبقى حبه فراوله قمت عاملاهم فراوله على مانجا، يعني برضو شغال معايا. دي بقى التتبيله اللي انا عايزاكم تركزوا معايا فيها. احنا للفراخ للحمه المشويه بنعمل لها طماطم وبصل وفلفل وتوم وليمون وخل، وبنتبلها بملح وفلفل وبابريكا زي ما انتم شايفين كده، وبنصفيها وبناخد ميتها. تمام، عشان هنشويها ونعمل لها فحمايه. يعني اللحمه المسلوقه بنعمل لها التتبيله دي وناخد لها الميه بس. طب التفل هوديه فين؟ قلت اعمل بيه الكفته. تمام، طيب وهاخد نص الكميه دي اللي انتوا شايفينها دي، طماطم وبصل وفلفل وتوم، وحطيت ملح وفلفل اسود والبهارات. تمام، وحطيت شطه. هاخد نص الكميه ديت، يعني انا هاخد نصها، هاخد ميته للحمه وهاخد التفل للكفته، والباقي هعمل سلطه الدقوس او صوص الدقوس. بس هحط له عودين كزبره. ماشي، يعني على الموضوع ده نحط كزبره. دي سلطه الدقوس، بصل وثوم وفلفل، بصل وثوم وفلفل وكزبره و... ونتبلها بملح وفلفل وليمون وخل. تمام، والثوم. بصي لاحظي معايا كده، الميه اهي اللي في الطبق الاحمر ده للحمه المسلوقه عشان نشوي. التفل اللي هاخده ده هعمل بالكفته عشان هنشوي كفته برضه، هعملها في الصينيه كده واعمل لها فحمه تبقى زي المشويه. طب اللي في الكبه دي سلطه الدقوس، هجيب بقى عودين كزبره كده واضربها فيها تبقى سلطه الدقوس معايا. التفل اللي انا خدته اهو من البصل والثوم والحاجات الحلوه دي، وتبلتها بقى. هحط برضو ملح وفلفل للحمه عشان اللحمه هتبقى يعني مش عشان البصل اللي عليه خدنا الميه اللي هي المتملحه، لكن التفل ما بيبقاش متملح. حطيت ملح وفلفل برضو ظبطتها، واقوم مصبعه وعاملاها كفته. يبقى احنا كده عملنا لحمه، شوينا فراخ، وهنعمل كفته. دهنت الصينيه سمنه اهيت ورصه اللحم، هحطها على العين بقى تستوي. ديت بقى سلطه الدقوس اللي هي اللي اتبقت معايا، البصل والثوم والفلفل والبهارات والليمون والخل، واحط كزبره. دي بقت سلطه الدقوس اللي بتتعمل السعوديه جنب المندي وفي مطعم حضرموت وكده اهي. كده خلصتها، هركنها على جنب. دي ميه اللي في الطبق الاحمر، دي الميه اللي هنحطها للحمه المسلوقه عشان نشوي.
ماشي. والتفل خدنا للكفته خلاص. كده هبدأ بقى اضرب بدل ما هخرط الملوخيه بالمخرطه، قلت اضربها في الكبه، هديها بق ميه صغير بق ميه صغير واضربها في الكبه. تمام. وهحط لها قرن فلفل اخضر، ده حاجه حلوه قوي بتخليها خضره وجميله قوي على فكره. قرن فلفل اخضر، واحط لها فص توم مفرومه. تمام. غير ان انا هطش لها توم، بس ده هضربه معاه، يبقى قرن فلفل وفصين توم مفرومين او مش مفرومين، من هو هيتفرم، بس انا عشان مفرزاه فصين توم اضربوهم معاه. تمام. او لو بتخرطي خرطها معاه. كده ضربتها اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا معايا الشوربه بتاعت اللحمه ايه هفورها فيه. الكفته اهيت هتستوي معايا، هعمل لها فحمايه اهي هتبقى مشويه. وهنعمل بقى رز بسمتي دلوقتي، ونعمل بقى صواني حضرموت ونظبط الدنيا. ده احنا خربناهم. والمحشي استوى معايا اهوت. كده هعمل الرز البسمتي، حطيت الزيت والسمنه، ممكن زيت بس، دي حاجات كده مشكله للرز من عند العطار، بس هو بيتحط له الليمون اللومي ده، وتحط له ورق لورا وحبهان، وحطيت له كركم من عندي. وممكن تجيبي بقى الخلطه دي برده من عند العطار، قولي له بتاعه الرز البسمتي. وهتظبطي تحطي الرز، انا بغسله وحطيت له الملح، وعلى الكوبايه بحط كوبايه ونص ميه مغليه، على الكوبايه كوبايه ونص ايا كان، حتى لو في انواع رز بسمتي عندنا، حطي كوبايه ونص، ده الافضل، ما تزوديش ميه عشان ما يطرش معاكي. وحطيت المعيار بتاعي، وقمت ايه مغطياه. اول ما يغلي هوطي عليه واسيبه. كده بدأت ان انا بقى اقلي، فهقلي في الزيت في الاول، وهو الزيت نضيف، هقلي القطايف زي ما انا قلت لكم، انا كنت مفرزاها عشان كده ما عملتهاش معاكم، انا معبيها بس الكفته خلص. مكسرات زبيب وجوز الهند وسوداني، وايه عندها في الفريزر. طلعتها على القليه زي ما انتم شايفين كده. هقليها بقى جنب الجلاش وجنب الكنافه اللي انا عملتها اشكال دي، بوريكم الحاجه و... وجنب الكنافه السيجار وكده. كده بدأت اقلي اهوت. في قلة القطايف وهطلعها. بعدها في نفس الزيت برضو هقلي القرص. تمام. في الطاسه الحمرا دي هحط اللحمه عشان بقى نقليها، ونعمل لها نحط لها الميه بتاعه التتبيله دي عشان تبقى زي المشويه بالظبط، ونعمل لها فحم. والفراخ هنعمل لها فحم، والكفته هنعمل لها فحم. اوعوا تنسوا تعملوا لايك بقى عشان احنا تعبنا. والفيديو ده كده يعني لو ما جابليش مشاهدات حلوه ولايكات حلوه زيكم كده هتزعلوني. في الكسرولة اللي جوه دي انا حاطه ميه اسفه شوربه بتاعت اللحمه، هتغلي وهنزل بالملوخيه، وبعدين اعمل لها الطشه. تمام. دي اللحمه اهي، حطيت حبه زيت صغيرين، وترص اللحمه وتديها ايه لون. بعد ما تديها لون بتنزلي بالميه، كل شويه تديها حبه ميه، ممكن تديها مره او اتنين عشان ما فيش وقت، لكن لو بتعملي ليكي في البيت ممكن تعملي لها مرتين. انا عملت لها يمكن مره، لان بقى الوقت كان دخل. بوريكم المحشي والحاجه، والرز اهو استوى، بس الرز مفلفل وجميل. بتدي للحمه بقى صدمه في الرز في الزيت كده، تاخد لون، وبعدين ايه تسقسقي لها الميه، وبعدين هحطها في مصفى هعمل لها فحمايه. ماشي. قولوا ماشي. يبقى كده معانا الحاجه اهوت. اللحمه المسلوقه اهيت. ربيت البيض، حطيت البيض، حطيت يجي 4 بيضات كده عشان كميه القرص كانت حلوه. حطيت ملح وفلفل اسود وربيتها كويس. وبتنزلي بالقرصه كده في البيض، وبعدين في الزيت، بس شكلها تحفه، حاجه كده مميزه. وبتبقى مميزة في العزايم برضو القرص دي بصراحة، مع المحشي بقى الأكل النواشف ده، مع الصواني. كده قليت القرص وبعمل اللحمة. كده الشوربة كانت غليت معايا، أبدأ إن أنا أحط الملوخية. احنا كده بدأنا نشطب في أكلنا على فكرة. دي سلطة الدقوس اهي بقى، بغرفها بقى. عملت سلطة خضراء، حطينا زيتون وليمون. بتظبطي حاجة، بتحطي عيش. بأكد على الحاجات دي عشان الحاجات دي الواحد ما بتتصورش. كده بدأت ان انا احط فحم بقى اهوت، عملت فحم على العين، وفي كل حاجة هحط فحمية واغطيها. دي الكفتة، دي اللحمة اهي. حطيت اللحمة كده وقمت حاطه الفحم من تحت في حله، وبحط كده الزيت بتاعها بقى بيعمل الفحمايه، وبقوم مغطيها تدينا ريحه المحشي، ريحه المشوي، اسفه هو في محشي. تمام. وبنغطيها بقى، وبعدين الرز البسمتي معانا اهوت. برص عليه بقى الفراخ كده، وفي النص اللحمه، يعني الفراخ ولحمه، وفي النص حطيت الكفته، مش اكتر من كده. دي صواني المندي بقى والصواني حضرموت. ادي صينيه تحطي الرز وتحطي اللحمه والفراخ، في ممكن لحمه بس فراخ بس، انا حطيت لحمه وفراخ والكفته في النص. شوفوا المحشي بتاعنا فرفت كده
دايما اعمله لكم مقلوبه، فبيبقى ايه ماسك في بعض. بصي اهو مفرفطه. والحاجات اللي بنحطها بقى في ارضيه الحله ما بتخلي حتى اخر صابع ولا ملسوع ولا محروق ولا اي حاجه. وده كان اكلنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، وملوخيتنا الخضراء التحفه ديت. ويا رب يكون عند حسن ظنكم. والحلويات هتشوفوها دلوقتي تحفه. كده كان اكلنا خلص. بصي الكنافة والقطايف واللي متزوقة ديت اللي هي كانت أشكال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واوعوا تنسوا تعملوا اللايك، واللي بيشوفنا لأول مرة يخش ويشترك كده ويشجعنا. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.